هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام، متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 24 من مارس. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم كالعادة بنشرة للأخبار، ثم وضمن برنامج متابعة الأسبوعي يقدم لكم الزميل أحمد شريف الجزء الثاني من اللقاء الذي أجراه مع الفنان أبو بكر خليفة روماي. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، تستمعون إلى نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. إريتريا تتهم الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى عودة الويان للسلطة في تيغراي. السعودية تطرح مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن. السودان يدعو إلى ترسيم الحدود مع إثيوبيا كحل نهائي للأزمة القائمة بين البلدين. كانت مستمعات الكريمات مستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا الدولية في باريس. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. في تغريدة له على تويتر، أشار وزير الإعلام الإريتري ماني جبري مسقل إلى أن الاتحاد الأوروبي يمارس حملة تشويه متعمدة ضد إريتريا، الغرض الخفي منها هو السعي إلى عودة الويان إلى السلطة في تيغراي رغم التغييرات التي حدثت في الإقليم. جاء ذلك التصريح بعد إصدار الاتحاد الأوروبي قراراً يعاقب فيه وكالة الأمن القومي الإريتري التي يرأسها العميد أبرهة كاسا بفرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأموال، وذلك على خلفية اتهامات بانتهاكات ضد حقوق الإنسان في إريتريا. سوف نقدم لكم تغطية موسعة لصدى هذا القرار وبواعثه في برنامج تعليق على الحدث يوم الجمعة المقبل. أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن بين الحكومة والحوثيين عبر التوصل إلى حل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة مع التمسك بقرارات تنظيم العائدات الاقتصادية وتسيير الرحلات الجوية. وأكدت المملكة في هذا الإطار حرصها على أمن واستقرار اليمن والدعم الجاد للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، داعية أطراف النزاع إلى إبداء حسن النية من أجل تحقيق السلام في المنطقة. ونقل عن الوزير السعودي قوله أن المملكة تؤكد على حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها ضد الهجمات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. كما قال، أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أنه لا بد من وضع العلامات والترسيم الكامل لحدود السودان مع إثيوبيا على الأرض، مشددا على أن هذه الحدود لم تكن يوما محل نزاع. وذكر مجلس الوزراء السوداني في بيان له أن حمدوك تلقى اتصالا هاتفيا من مفوضة الشراكة الدولية بالاتحاد الأوروبي يوتا أوربلانين تطرق إلى التطورات الإقليمية على حدود السودان الشرقية. وقال رئيس الوزراء أن السودان لم يتسبب في الأزمة، وأنه ما زال يؤكد أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة. وأضاف مجلس الوزراء أن المكالمات الهاتفية تناولت مبادرة السودان لتوسيع أدوار المراقبين بمفاوضات سد النهضة، بحيث تصبح الوساطة رباعية تتكون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي. كما أشادت المفوضة بجهود السودان في استقبال وإيواء اللاجئين الهاربين من دول المجاورة والعمل الدؤوب في مختلف قضايا الهجرة والنزوح، الأمر الذي حدا بالمفوضية لطلب مزيد من الالتزام المالي الأوروبي للسودان، والذي سيجري الإعلان عنه خلال مؤتمر باريس لدعم السودان في شهر مايو المقبل. استمعتم مستمعات الكريمات مستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة أرينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرينا. إريتريا تتهم الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى عودة الويان للسلطة في تيغراي. السعودية تطرح مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن.
السودان يدعو إلى ترسيم الحدود مع إثيوبيا كحل نهائي للأزمة القائمة بين البلدين. استمعتم فيما مضى مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إرينا الدولية. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج متابعات. ومتابعات المرة دي زي ما بدينا معاكم في الحلقة السابقة، هي متابعات فنية لتقفي سيرة الفنان الشاب أخونا أبو بكر خليفة أبو فارس من حيث يقيم في باريس. قدمنا لكم الحلقة الأولى وكانت حديث عن بداياته ومشواره مع مين تعاون، وفي نفس الوقت التحديات والجمهور كان يعني تعامله وقبوله لما تقدمه الفرق اللي اشتغل معاها أخونا أبو بكر. وطبعا أخونا أبو بكر كما تعلمون أعزائي المستمعين هو عضو الفرقة أو الجمعية التي سيتحدث عنها بعد قليل، وهي مجموعة ألوان للآداب والفنون الإريترية. أخونا أبو بكر، مرحبا بك في الحلقة الثانية والأخيرة من لقائك في إذاعة إرينا. ودي طبعا ما حتكون هي، نحن حنسيبك فترة وبعدينك برضو نرجع لك في حوار ثاني، فنحييك مع جمهورك والمستمعين. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حي عبرك كل الحضور والمستمعين ومعجبي أبو بكر خليفة، إن شاء الله أكون في حسن ظنهم. وحي عبرك مجددا إذاعة إرينا الدولية، على رأسهم الأستاذ فتحي والأستاذ دانييل. نعم. وشكرا لهم لهذه الفرصة. شكرا لك أخونا أبو بكر. طيب أبو بكر، يعني نحن توقفنا في الحلقة السابقة إنه ذكرت لنا مجموعة أنت كنت تتعاون معاهم، لكن برضو كان عندكم في اتحاد شبيبة كرن أو الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا في مدينة كرن، وكذلك برضو كان في تعاون من المؤمنين والمتعاطفين مع القضية الإريترية من دول الجوار السودان وغيره. فكده مدخل حلقة اليوم تحدث لنا عن ملامح اتحاد شبيبة كرن كان كيف، والأغاني اللي كنت تقدموها وشخصيات يمكن تحب تذكرها يعني. شكرا جزيلا. أولا الفرقة اللي كانت في مدينة كرن أسست من قبل الأستاذ والموسيقار المرحوم رمضان عبدو قريموني، الله يرحمه إن شاء الله ويحسن إليه. رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. نعم. وكان من ضمن المجموعة ياسر عبد القادر عازف الجيتار حفظه الله، هو الآن عايش في وين هو؟ تقريبا في السودان، في الخرطوم بالتحديد. بما في ألو. أنا معك واصل، ما تهبش المايك يا أخونا أبو بكر. بما فيهم الرفاق عبد الله شاويش وعبد الله أحمد وكلهم، أحييهم من هنا. والفرقة الفنية كانت تدي دور في شبيبة كرن، بشير سنور على ما أعتقد. فحبيت نعم. أمر على هذه المرحلة كانت جميلة. السفير أخونا بشير. نعم، أحييهم من هنا برضو. كان متجاوب مع الفرقة الفنية، ونحن برضو كان عندنا دور في تنمية الشباب، من غير إنه نحن نقدم، كمان كنا قاعد نقدم إنه ننمي شباب جدد يحيوا الحفلات، وكان عندهم اللي عندهم مواهب نحن كنا قاعد نساعدهم كفرقة فنية في الاتحاد يعني. طيب كده مع ذكر أخونا رمضان عبدو قريموني، الله يرحمه ويحسن إليه، هذا الشخص الجميل المحترم، وكان عازف ولا كان بيغني؟
لا، هو كان عازف اورج. امم كان عازف اورجن في التنظيم الموحد. هو اصلا كان يعني من رفيق الاخ صلاح عمر، حيوه من هنا برضو، صلاح عمر عثمان عازف الاورجن. نعم، نحييه والله اخونا وحبيبنا. ايوه فعلا عندنا تواصل معاه، والناس دي طبعا ما مقصرين معاي من كل النواحي الفنيه والاخويه يعني من غيره من الليله ما كان وصلت يعني، الله تعالى وغيرهم نعم، هم. بارك الله فيهم. طيب ايوه، رمضان كان بيشتغل شنو قلت لي؟ كان بيعزف كان عازف اورجن. هو اصلا كان في اشبال اللي هم اشبال قوات التحرير الشعبيه. مهم. فكان من ضمن ناس ابرار عثمان، هم المدرسين حقهم كانوا هم اشبال لهم. ناس ايوه. دريساي، الله يحفظه، دريساي الان في اوروبا، ما لاقي خبره، وان شاء الله امم التقي به. اسلم عليه ان بالله لو لقيته يعني. شاء الله، ان شاء الله. الراجل ده رسائل كان الرجل اساسي الحبوب. ايوه. بالتاكيد. هو كمان كان دعمه لي فياض يعني في احدى الثوره، كان يدعمني كثير يعني، يا كان سلام. يشجعني. طيب آه رمضان تذكر له قلت لي برضو قبل التسجيل اخونا المرحوم رمضان قريموني كان بيغني ها؟ كان يغني رمضان. حتى اغنيه قريموني تقريبا انا ما بتذكرها بالتحديد، لكن هي لقبوه بقريموني باغنيه، هي اغنيه ثوريه تقول قريموني اصلا. يعني اللقب ده جاه على اغنيه. على اغنيه جاء. الاغنيه دي كان في الاشبال تقريبا، ايام اللي كان في اشبال ولا في التنظيم الموحد. احنا ممكن اخونا اندرا بنرجع له طبعا لتوثيق بعض الحاجات. ممكن يحكي لنا قصه اللي هنا الاغنيه ذاتها قريموني. على كل رحمه الله عليه، لكن برضو قلت لي كان عنده اغنيه شهيره بيغنيها المرحوم بيان عبد الرحمن، اليس كذلك؟ بيان عبد الرحمن بالتاكيد. بيان عبد الرحمن كان عنده اغنيتين شهيرتين، اللي هي عجدي بتولدكو اريتريا، عجدي بعبيكو اريتريا، يتنكر جن الشيء ويتبريا تقول. دي يعني اغنيه ممكن تدندن لنا اخونا ابو بكر؟ دي بالنسبه لي بتاعت بيان عبد الرحمن اللي كان يغنيها. والثانيه اللي هي بتاعت اللي اداها له لحنا وكلمات للمرحوم الاستاذ رمضان قريمني. اداها لي بيان الاغنيه المرحوم كذلك الله يرحمه. ايوه، الاغنيه تقول لعبد الرحمن للمرحوم الشهيد بيان عبد الرحمن، مهم. تقول عجدي بتولدكو اريتريا، عجدي بعبيكو اريتريا، يتنكر جن الشي يتبريا، عجدي بعبيكو اريتريا، عجدي بتولدكو اريتريا، يتنكر جن الشي ويتبريا، ولاد حتقوا فيناهم اريتريا، لفيناهم حرية اريتريا، ولاد حتقوا فيناهم اريتريا، لفيناهم حرية، دمهم حبوا ومالهم اريتريا، جلاب سبقهم ومدروم اريتريا، عجدي بتولدكو اريتريا، عجدي بعبيكو اريتريا، يتنكر جن الشيء ويتبريا. يا دي سلام. دي بتاعت بيان الله بالنسبه يرحمه. بيان دي كان رجل بالنسبه لي فنان والله. ونترحم بالتاكيد. على لا لا اخونا رمضان. رمضان حاج كمان يعني كان رفقاء الدرب يعني. طيب نعم بالنسبه نعم. لاغنيه رمضان تتذكر منها حاجه؟ اغنيه اغنيه رمضان الكلام ده قال لي بخشمه. هو قال لي يا اخي الاغنيه دي حقي ولازم توثقها وتغنيها، وكنا انا وهو شغالين فيها، كنا بالتلفون بحيث انه مم. نحدثها ونجددها عشان نشتغلها، لكن ربنا اراد الله الله والحمد لله يرحمه على يا كل اخي. شيء. طيب تدندن لنا كده شويه يا اخونا ابو بكر. لرمضان قريمني بتقول اريتريا عدنا، اريتريا نحرر بدمنا، اكيد تقبى سنيت اريتريا نركب بدي بعدنا، حويه حتى تبقى قوماتنا، قلنا في قرو اباينا، حويه حتى تبقى قوماتنا، قلنا في قرو اباينا، مرار لقلا طعمنا اكيد لقلا رئينا، لا 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 لا، مرار لقلا طعمنا اكيد لقلا رئينا، لا 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 لا، دمنا نهيب ومالنا جلاب اللي شعبنا، جلاب اللي شعبنا، دمنا نهيب ومالنا جلاب اللي شعبنا،
جلاب لشعبنا، إريتريا عدنا، إريتريا نحرر بدمنا، إريتريا لما جيت وسنيت، إريتريا نركب بدي بعدنا، حاوية حتى تقبى قوماتنا، قلنا في قرو أباينا. والله أغنية كبيرة، أغنية كبيرة رحمة الله عليه، بأمانة توزيعها يعني فيها لحن جميل وفيها كلمات قوية، وبرضو اللحن متموج وفيه طلعات ونزلات، يعني أنت أفهم مني بكثير، لكن والله لحن كان جميل رحمة الله عليه. طيب الله يرحمه. قلت لي برضو ومن هنا كان بس في أستاذ أحمد، أحب أترحم على الفقيد لأسرته من هنا، من منبرك، تفضل. لأسرة صديق رمضان، الإخوة في الخرطوم كريماتو، والوالدة في كرن، وأخوه في أستراليا سعيد، رحمة وجمعة وعثمان أحمد دين، كلهم أترحم عليهم. وهو كان فقد لي أنا بالذات، يعني أكثر منهم هم، أنا اللي فقدت رمضان. الله يرحمه فأرجو أنه تكون الرسالة وصلت بإذن الله رحمة لأهلي الله عليه، ونعزيهم جميعا يعني إن شاء الله. على إن شاء الفقد الكبير. طيب حدثنا عن برضو كان في عازف سوداني محترم، الأخ إسماعيل النور من أبناء كسلة، كان معاكم قلت لي في الفرقة المركزية، حدثنا عن هذا الرجل. هذا الرجل إنسان سوداني إريتري، نعم. يعني تشدق وروى من حب الشعب الإريتري والثورة الإريترية. يا سلام. فأنا ما أقول عليه سوداني، في حين إنه نفتخر إنه هو سوداني وأنا سوداني، لكن أنا يعني أكثر شيء يعني أقدر أقول عليه إسماعيل النور هو إريتري لنا بس، لأنه الراجل ده خلى كل شيء من وراه وطلع الميدان، وكان مرابط مع الفرقة المركزية في الميدان، وكان يعمل وكأنه هو إريتري. يا سلام. يا سلام. هو ومؤمن طبعا ما لوحده كتار في الثورة الإريترية كانوا، بالتأكيد لكن على بالتأكيد. يعني على ذكر تاريخ حضرتك نحن بنذكره، لكن كانوا كتار طبعا ونحييهم، حتى كانوا من الإخوة اليمنيين ومن الإخوة عندنا السودانيين. نعم عندنا كتار يعني. كثير. الواحد طبعا اللقاء هو شخصي انا، وفي تاريخي، وفي يا ذكرياتي، فانا بجيب الشيء اللي بعرفه بتذكره، لكن انه يعني رفاق الثوره الاريتريه واحباب الثوره الاريتريه لا يحصى ولا يعد. نعم نعم فنحن نعم. نحييهم من هنا، يعني هم اريتريين ما في بالنسبه شك. لنا، هم اريتريين ما في شك. نحييهم ونديهم الصحه. فاسماعيل كان مواكب العز، مواكب الفن، ومواكب التراث، ومواكب الرينج التوزيع والشغل كله مع الاصدقاء، مع تسقاي قبري هوت، مع هاشم سمره، مع الاخ الشيخ احمد، مع عبد الرحمن صالح، مع مختار، مع الشباب ديل كلهم. هو بالمناسبه ما كان يفرز اطلاقا الا يقول لك انا سوداني، يا لكن ما سلام. تقدر تفرز في وكان كل عازف، عازف شنو هو؟ هو عازف أورجن إلى الآن، هو عازف أورجن في مدينة كسلة معروف. نحيي نحيي من هنا نعم. أخونا إسماعيل النور، وأنت منا يعني ونحن منك. طيب أخونا أبو فارس، نعم. أنت قلت لي وصلت فرنسا 200؟ أنا وصلت فرنسا 2010. طيب عليك الله، فرنسا دي أخذت منك شنو وادتك شنو يا أخونا؟ هذه إذاعة إرنا. أبو فارس طبعا كثير وشالت وأدت، لكن أهم الأشياء يعني، والغربة طبعا، الغربة قساية يعني، والله والغربة أول. أقسى نضال يعني زي ما قالوا إخوان نعم. أنا أحبابنا الكرام الكبار يعني. فرنسا جيت 2010، لكن أوروبا أنا جيت في 2003 2004. كنت مقيم في مدينة روما في إيطاليا. أنت سواح يا أخي ها؟ بالتأكيد. ومنها كمان عبرت إلى سويسرا، ولظروف يعني أعطتني وأخذت مني. لما أقول لك يا أخي أخذت مني حنان بلادي
وبرفقة أهلي وأحبابي أخذت مني الكثير. الغربة كانت قاسية بالنسبة لي أنا، بالنسبة لكل إريتري مهاجر. فالحمد لله يعني الواحد تخطى الصعاب والقساوة، قساوة الغربة، وقدر يستقر على الأقل. يعني أنا مشيت استقريت في إيطاليا، ومنها كنت أشوف حظي برضو في سويسرا. وفي سويسرا برضو أعطتني قدر ما حرمتني. يعني أعطتني إنه أنا عرفتني برجال وبموسيقاريين أنا كنت أحلم إنه يعني الواحد يقف أمامهم ويغني ولا يوقف. العملاق سامي برهاني، أنا اشتغلت مع سامي برهاني في سويسرا. أحييه من هنا. نحييه طبعا هو وأخوه. أيوة أحييهم عقوس برهاني. أيوة دي الفنانين كبار طبعا. بالتأكيد، هذه شهادة هي. وبرضو اشتغلت مع فنان ما أتذكر اسمه، برضو يغني تجرينيا. عنده أغنية مشهورة حأتذكرها لك إن شاء الله عشان تعرف اسمه أنت ذاته. فما قعدت كثير ورجعت لإيطاليا، استقريت في إيطاليا من 2004 ولا 2006 5 تقريبا. جميل. أنت يعني الاتحاد الأوروبي قربت تلف كله. أخونا والله أبو أنا بكر، الاتحاد الأوروبي كله لفيته بشغل شغل ميوزك. أيوة. كله مشيت له، يعني ما في حتة ما مشيت لها. جميل بالفرقة جميل الفنية. جميل. اتزوجت فين يا أخونا أبو بكر؟ أنا تزوجت في السودان. في السودان، ما في أوروبا؟ لا في السودان. أنا مشيت السودان 2012. كويس. زوجتي جات من إريتريا، أصلا أنا تزوجت في إريتريا، لكن من إريتريا جات السودان وعملت الزواج في السودان وجينا هنا. زواجك كان فيه حفلة؟ أكيد طبعا. والله ما كان فيه حفلة، لأنه الجية كانت مفاجأة. يا راجل وبعدين أنت فنان. بالتأكيد. أنت فنان وزواجك ما فيه حفلة، يعني للظروف أحكام طبعا. والله لكن للظروف أحكام هنا. أيوة. ظروف، كان في ظرف طارئ إنه ما خلاني إنه أنا أعمل حفلة. طيب الحتة دي المدام ما بتقول لك يا أخي عامل لي فيها فنان وأنا عرسي ما كان فيه حفلة؟ ما بتقول لك كده مرات؟ والله يا أستاذ فعلا بتقول الكلام ده وهي عارفة، وأنا متأكد من الكلام ده. سلفا عملوا الحفلة في أسمرة. أوكي. كده أنا وقفت من الموضوع، لأنه عارف ظروف السودان والوضع هناك، وما حقدر أعمل الحفلات وغيره لأنه الإجازة أول كانت قصيرة، وفي نفس الوقت كمان يعني كنت جاهز. يعني أنا مشيت بكل شيء إنه أعمل جميل. حفل وأعمل، لكن حصل الظروف. لا هي الحمد احيانا لله. بتكون في ظروف فعلا. طيب أيوة. انت لحد الان ما شاء الله ابنائك كم يا اخونا ابو فارس؟ حتى الآن أنا عندي فارس عمره 6 سنة، ما شاء وعندي الله. لوجين عمرها 5 سنة، لجين يعني. وعندي وائل عمره انتوا 3 سنة. الاسماء العربيه دي بتلخبطوها لما ترطلوا مع الخواجات. هو اسمه لجين. لكن أيوة، ممكن إحنا لجين، النطق الفرنسي هنا. وممكن يقول لها لوتشيا بعد شويه الجماعه كمان يعني. بالتأكيد النطق الفرنسي هنا ده حتى كتابة ايوه. بالآية الأخيرة لوجين، يقول لها لوجين، فنحن تعودنا على الناي، لكن هي لوجين فعلا. لجين ايوه. يعني عشان هي تكون عارفه برضو اسمها أيوة. عربي ويكون النطق سليم على نعم. الاقل في البيت. ووائل قلت نعم. لي ما شاء الله ربنا يخليهم لك. وائل عمره 3 سنة. اها. وعندي الأخيرة هي، وإن شاء الله ما الأخيرة، ما شاء عندي الله. ولا عمرها 8 شهور 9 شهور. ما شاء الله وتبارك الله ربنا يزيدك. طيب آمين آمين. غنيت لي واحد منهم؟ والله يا أخي حبيت أغني، لكن خفت بكرة برضه يحاسبوني، أقول لي يا أخي فلان قال لي ما تغني لي هنا. يعني فالألبوم انت كامل لا عملت حفله ولا غنيت لهم؟ اوكي. انا بالمناسبه دي دار اذكر حاجه اخونا ابو فارس. أي. لما زارنا اخونا الامين حسب الله وربنا يديه أيوه. الصحه والعافيه الفنان المحترم. أيوه عبرك يا راجل. ايوه فعملت معه مقابله في صوت الجماهير الاريتريه، وبعدين كان عندي انا اغنيه محاولات يعني بالتعبير، وعمرها كان 2 3 ساعات يعني، وكلمات خفيفه يا عبير يعني اسمها عبير يعني.
وهي ملحنة وأي حاجة، فحبيت أنا أغنيها بآلة موسيقية. وبهوى البوكس جيتار أنا أصلا يعني، وبحس إنه الطبقة يعني أنا والأمين قريبين لأصواتنا لبعض شوية. وقلت له يا أخي عليك الله ما تعزف معي، أنا عندي أغنية وكده. طوالي وكده. قال له الوقت ذاك ساعتها كنت أنا قدمت عالمي في احتفال أعياد الاستغلال يعني. ف يعني الكلمات خفيفة واللحن برضه فرايحي كده والمهم هو أثنى اللحن يعني، واللحن هو فيه تنوع وتعدد وكده بتاع، فيه 4 ملازم موسيقية كده. فقال لي بعد ما كملنا، فقال لي يا أخي أنت إعلام شنو؟ قال لي أنت زول فنان. قلت له كيف يعني ليه؟ ما أنت أنت فنان كبير وأنت أستاذنا. يا أخي قال لي شوف أنا عندي ود وبت. البنت اسمها بلين والولد ايوه اسمه أدال. قال لي ربنا ايوه يحفظهم ويديهم الصحة والعافية. أنا قال لي رجل محترف في الفن ده وأكل عيشي، وهو أنا متأبط هذا البوكس جيتار. وطبعا هو جاي يعني يشارك في أعياد الاستغلال ساعتها في نعم. أسمر، وغنينا يمكن في فترة واحدة الأغنية بتاعت أغنية بالبلين، أغنية جميلة كده قدمها. فقال لي يا أخي أنا داير أقول لك حاجة. أنا قال لي عمري ما فكرت لا أغني لبلين ولا أغني لأدال أولاده يعني. ايوه أنت قال لي يا أخي كرجل إعلامي وعبير دي في أسبوع الثاني عملت لي هذه الأغنية والأغنية جميلة. فقال لي يا أخي أنت فنان ده أكثر مننا يعني. فضحكنا ده وقلت احراج، له ده لا لا احراج والله، بالنسبه لنا نحن. والله قلت له دي شهادة أنا أعتز بها لكن ما أكثر منكم. قال لي لا، هي ما بتجي إلا من زول يعني فيه دفقة فنية ما عادية. والحمد لله الأغنية موجودة، وعزفت طبعا مع أخونا شهاب رأية الله يديه الصحة والعافية الآن وفي أسمرة، وسجلناها في واحدة من الاستوديوهات في أسمرة، وهي معاي موجودة معاي في السي دي وفي في الماستر يعني. فأنا والله بالمناسبة دي حبيت والله بس أقول يعني لازم تغني لأولادك. تفضل أستاذ. لا لا، حغني. انت شجعتني مش شجعتني، انت حرجتني يعني. حرجت كل فنان ما غنى لاولاده. يعني على الله فدي كانت قال. رساله جميله وقويه هي، ان شاء الله اتمنى. أمم. وبرضو ارجو انه تنشر الاغنيه، او اذا كان عندك اغاني اعمال ارجو انه ما تكدسها، لانه ما تكون عملت شيء يعني والله أنا لو ما الحمد طلعت لله للجمهور. يعني، الحمد لله أنا عندي يعني لما طلعت من أسمرة عندي الماستر فيه 6 أغنيات وعزفوا معي كبار العازفين والأساتذة المحترمين، فرقة عشاق الوطن كلهم. وفي أغنيتين كده نقفة ويا بلادي اشتغلت مع مجموعة تانية، وأنا أعتبر نفسي هاوي ليس إلا. هي موجودة معي ولكن ما أحب أنشرها أنا كثير. أحيانا في البث المباشر مرات بطلع بيها. وأغنية عبير آه. دي بحتفل بها كل عيد ميلاد لبتنا عبير في والله كل ما أطل لو ما قادر يناير. لو ما قادر تطلع لو ما قادر تطلع اغنيه عبير دي، وما قادر تطلعها انت وتسجلها براك وتنشرها، ف انا اتقدم بالشكر يعني، يا بدل منك انت. انا اقدر اغنيها عادي. يا أبشر يا أخي يشرفنا إن شاء وهذا الله. وهذا بالنسبه لي شرف يعني. ها. يا سلام، وأنا والله يشرفني كذلك يعني. إن شاء الله سيكون التعاون قائم بيننا بإذن باذن الله، الله. أبشر ولا يهمك. طيب حبيبنا العزيز الفنان الشاب المحترم أبو بكر خليفة أبو فارس، أنا سعدت والله بلقائي معك كثير، ونحن في خواتيم هذا الجزء الثاني، وما حيكون آخر لقاء، لكن إن شاء الله حنلتقي بك في كل مناسبة. وصيتك شنو للمبدعين المتواجدين في المهجر؟ لأنه المبدع بيدفع ثمن أكبر وأغلى وأكثر من الآخرين. كل الناس بتدفع فواتير الغربة، لكن المبدع أيا كان مغني، فنان، عازف، ملحن، رسام رسام إيه. ومسرحي وما إلى ذلك، كاتب كمان، حتى الكتاب ما هم مبدعين، شعراء، غيرهم بيدفعوا ثمن غالي. فكيف يخففوا فاتورة الدفع ال- 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 العالي ده والله بالتعاون والتآلف وكده؟ فأنت ملاحظاتك شنو؟ وماذا ينقص هؤلاء المبدعين حتى ما يتآلفوا كده؟ والله كلام جميل، لفتة كانت جميلة. المهم أنا يعني
اول احييهم واحيي كل كبار الفن الاريتري هنا اللي قاعدين في الغربه في ارض المهجر، واقول لهم اصبروا صابروا. يعني ما في حاجه تقدروا تعملوها الا الانسان يصبر ويصمد ويكون صاحب رساله. الرساله اللي هو الحامله يحاول بقدر الامكان يعني يوصلها لمكانه الى ربنا لغايه ما يتم الخير. باذن الله. حبيت اوصي انه الناس برضو تحاول تواكب مع الفنانين، عامة الفنانين غير الغناء، تواكب معاهم الأحداث. يعني تشجعهم على الأقل. أنا حامل إرث بتاعت فن، بتاعت تصوير أو فوتوغرافي أو كمان رسم. أحاول كل ما أنزل أنا في اليوتيوب ولا أنزل في الفيس ولا أنزل في الإذاعة زيك أنت معاك أنت ولا في الإيريسات، التفاعل كويس. هو أنا إذا كانت فعلت معي في القربة انا اقدر اجدد واقدر اجيب يعني الجميل. نعم. ما حيكون عندي اشكاليه تاثير، ما حتاثر بالغربه. فعلا الغربه بتاثر، لكن برضو بتولد رجال، بتولد فتصنع. فانا اتمنى انه اهلنا وشعبنا ومحبينا انه يشجعوا اي انسان كان عنده طموح وعنده هوايه وعنده عمل. ارجو ان يشجعوه بكل ما يملكوه ماديا، اذا كان ماديا وهم عندهم الاستطاعه انه الراجل ده يتقدم او المراه هذه تتقدم بالماده، يدعموه ماديا، يدعموه معنويا. فالحياه بدون ثقافه، الحياه بدون فن، الحياه بدون ما اعتقد تسير. دي وصيتي. هي سجن بدون فن. نعم، بدون فن سجن. ايوه، وصيه للاتجاهين. يعني الناس تصبر وتشد ازرها، والشل ماسكينه يعني ما ييأسوا. ما ييأس الواحد يقول يا اخي انا والله ما لقيت دعم وما لقيت والوضع صعب عندي هنا ديا وربما زهقت منه وانا ما اقدر اجدد. لا، انت تجدد. كل ما جاك الضغط، كل ما انت نجحت. الضغط بعد مرات للفنان بالمناسبه يطلع منه مواهب كثير. صحيح. لكن المعاناه الشديده دي كمان، المعاناه الشديده تقتل فيك يعني الابداع والهنايه يعني. فعلا والانسان لازم يكون مرتاح عشان ما يبدع وبتاع. ف يعني حكايه انه المعاناه تولد الابداع دي شويه ما في كل المعاناه. لا ما في كل اللي اسمه شنو. لا انا قصدي اي شكل من اشكال الابداع. ايوه نعم. فالانسان يصبر لانه المراحل في اوروبا فيها ضغط فيها في البدايات. في البدايات انت تحاول تصبر. الضغط كمان شويه انا الضغط يعلمك. لما اقول انت اول ما ترتاح بسيط يعني انت جديد جاي لسه على الاوراق ما شلت ما استغريت. لما تستغر انت حترجع لماضيك. الماضي الضغط اللي كنت عايشه دي انت حترسمه هنا دي. حتلقى حريه انه يعني ترسم الواقع وتنطلق منه، لانه ده اساسك انت. نعم والله. دي وصيه خبير بتاعت غربه. انت زول خابر الغربه ولك تجاربك، ولذلك الوصيه محلها. اخ ابو بكر، انا وانت تقول في المداخله وانا اسالك، فقلت لما قلت حبيت اقول حاجه طوالي خطرت ببالي اغنيه حبيت عشانك كسلة. ما بعرف يعني ليش، ما بعرف، لانه يمكن قاعد نتحدث عن كسلة وانت زول من كسلة ونحن برضو اهل كسلة والمستمعين وبتاع. ما حصل غنيت اغاني سودانيه وزي حبيت عشانك كسلة، خليت دياري عشانك؟ والله يا اخي، والله انا غنيت اغاني سودانيه وعملت مع فنانين سودانيين احييهم عبر من هنا في مدينه كسلة. اشتغلت برفقه العازف الاستاذ عبد الحكيم أري. عملت مع الفنان عملت مع الفنان امير حلفه. امير حلفه. نعم. وعملت مع الفنان حافظ سديس الله يرحمه. يلا رحمه الله عليه. وعملت مع عبد الولي كسلة. عبد الولي الموجود معنا. ايوه. مع الوليد. عملت مع الوليد
وعملت مع فنانين سودانيين. انت ما خليت الا محمد، ناس الكبار، ناس ابراهيم حسين رحمه الله عليه ومطر والجماعه ديل، ما اشتغلت والله معاه؟ يا اخي انا ما كثير كنت قاعد اغني اغاني سودانيه العربيه بالذات، لانه نحن لما نشتغل الشغل كان شغل افراح، انت عارف. اه. فافراح لما يجي مثلا يجي امير حلفه امم. وانا اجي معاه، بالتاكيد انا حاشتغل شغل دارج، اللي هو شغل اريتري عامه، اه. ولا شغل شرقي. حاشتغل التجرايت وشويه واحده او اثنين عربي من حقنا يعني، لكن الشغل جميل. كله طبعا العربي هم حيغطوه، فحيكون جانبين. جميل. فانا عملي كان طيب ايه مركز في رايك هسي تدندن لنا حبيت عشانك كسلة؟ لا 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 حبيت عشانك كسلا، للديار عشانك، وعشقت أرض التاكا، شرب من ريحانا، ظلم الزمان الخنين، ريت لو كان خانا، ظلم الزمان الخنين، ريت لو كان خانا، لو جرت وتنكرت ليه، الساب دياره عشانك، بدر عشانك في كسلا، يا سلام حبيت عليك. عشانك يا كسلا، سلام. دياري يا شيخ. عشانك. كلمني قل لي يا فاكر ليالي القاك، كلمني وقل لي يا فاكر ليالي القاك، لما الحنين عاودني لعطفك الجياك، جفيت حبيب ما خانك، من نور بسمتك عاش، انا تاني ما بتلقاني، يوم في طريقك ماشي، قاصد مكان عشان في كسلان، حبيت حبيت عشان عشانك كسلة كسلان، للديار دياري عشان عشانك، عشقت عشقت أرض التاج. ربتك، الشرب من ريحانك. يا سلام يا أخي. نحن بنحيي أولا الفنان التاج مكي، نعم وعبره بنحيي شاعر رئيس جمهورية الحب أستاذنا إسحاق نعم، الحلنجي، إسحاق ونحيي الحلنج. كذلك أستاذنا عبد الوهاب هلاوي وكل العقد الجميل يا أخي، لأنه لا يذكر الفن ولا تذكر كسلة، ولا تذكر كسلة ولا ذكر الفن وكل الجمال. والله يعني أنت اديتنا مساحة من الراحة النفسية والراحة الذهنية والراحة كمان الموسيقية الغنائية الجميلة. أشكرك ومن أشكرك حبيبنا العزيز أبو بكر خليفة أبو فارس، تفضل في ختام اللقاء. من هنا بس حبيت لا أريد أن برضو أفوت تاني إلا حبيت تاني. وأن أحيي مدينة كسلة الوريفة، يا مدينة الفن والثقافة والتعايش والأخاء، حاضنة كل الضيوف والشعوب من شمال وغرب وجنوب، يا وهي سلام. تشكل لون الطيف في سماه. وأتمنى إن شاء الله ربنا يعديهم المحنة اللي قاعدين فيها إن شاء الله أهل كسل الحلوين، وإن شاء الله يعني ترجع زي ما كانت وهي كما كانت إن شاء الله يا رب. بإذن الله بإذن الله. تحية لأهل كسلة، تحية لفناني كسلة، تحية لكل المبدعين لمدينة كسلة، وهي مدينة وحديقة العشاق كما هي معروفة. والتحية لجمهورك حبيبنا الغالي أبو بكر خليفة أبو فارس. تحية لكل المبدعين الإريتريين والسودانيين حيث أقاموا في المهاجر والملاجئ والشتات وداخل بلاد الله الواسعة، وفي بلادهم اللي بتعاني من شظف العيش وشظف الفن
وما إلى ذلك. وباسم كل المستمعين من إذاعة إرنا الدولية، أحمد شريف يحييك مرة ثانية حبيبنا أبو بكر برفقة الزملاء أستاذنا فتحي وبنيام سمعون والفريق العامل. إن شاء الله ما آخر لقاء، وحنلتقي بك تاني في مناسبات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام فقرات برنامجنا أقدم لكم موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إريتريا تتهم الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى إعادة الويان للسلطة في تيغراي. في تغريدة له على تويتر أشار وزير الإعلام الإريتري ماني جبري مسقل إلى أن الاتحاد الأوروبي يمارس حملة تشويه ضد إريتريا، الغرض الخفي منها هو السعي إلى إعادة الويان إلى السلطة في تيغراي رغم التغيرات التي حدثت في الإقليم. جاء ذلك التصريح بعد إصدار الاتحاد الأوروبي قرارا يعاقب فيه وكالة الأمن القومي الإريتري التي يرأسها العميد أبرهة كاسا بفرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأموال، وذلك بتهم انتهاكات ضد حقوق الإنسان في إريتريا. وسوف نقدم لكم تغطية موسعة لصدى هذا القرار وبواعثه في برنامج تعليق على الحدث يوم الجمعة المقبل. السعودية تطرح مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن. أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن بين الحكومة والحوثيين عبر التوصل إلى حل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة مع التمسك بقرارات تنظيم العائدات الاقتصادية وتسيير الرحلات الجوية. السودان يدعو إلى ترسيم الحدود مع إثيوبيا كحل نهائي للأزمة القائمة بين البلدين. أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أنه لا بد من وضع العلامات والترسيم الكامل لحدود السودان مع إثيوبيا على الأرض، مشددا على أن هذه الحدود لم تكن يوما محل نزاع بين البلدين. كان هذا مستمعات الكريمات المستمعين الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم. وقبل الختام أذكركم كالعادة بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعات الكريمات مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعاتي والبرامج الأخرى لإذاعة إرنا. تقبلوا تحياتي زميلي أحمد شريف وتحياتي محدثكم فتح عثمان، وتقبلوا كذلك تحياتي زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرنا.